كل حاجة احنا بنعرفها عن الأهرامات طلعت كده؟ تعال اشرح. أولا الاكتشاف الأثري، فريق إيطالي راح جاب جهاز وعمل مسح بياني للهرم خفرع وشاف تحته تجاويف وممرات تحت الأرض. شاف 5 أبنية أفقية، فوقهم واحد مائل وتحتهم 8 أعمدة مجوفين من جوه، والشكل ده بيمتد ل2 كيلومتر تقريبا. التشابه بينه وبين الهرم الأكبر حسبوا إن هو نفس الحاجة اللي موجودة تحت الهرم ده، لكن مفيش حفر فعلي ولا ورقة موجودة من السلطات بتأكد إن الكلام ده حقيقي ولا لا. ثانيا علاقة الاكتشاف ده بمايا صبحي. كبيرة طاقة جدا. الأثير مع طاقة وده ان هم نجحوا ان يعملوا من ده مم. ان توليد الكهرباء. مايا صبحي من فترة كانت بتتكلم إن الأهرامات دي مش مقابر، مصممة لتوليد الكهرباء عن طريق الكوارتز والهيدروجين والصوت وتردد الصوت وكده يعني. كانت بتتكلم عن الصفوف ال5 فوق غرفة الملك اللي هو ميت فيها أو اتدفن فيها. دول مش موجودين لتخفيف الأحمال، بل موجودين عشان يولدوا الكهرباء ويساعدوا في العملية لتوليد الكهرباء. ثالثا علاقة الاكتشاف ده بنظرية أحمد عدلي. أحمد عدلي جاب كلام مايا وراح رميه في الزبالة وقال هيشرحه بطريقته وبطريقة مبسطة أكتر. 1. غرفة سفلية فيها مية بتتضخ وبتعمل رنين مغناطيسي. الرنين المغناطيسي ده بيدخل الهرم بيكبر الصوت وبيطلعه لغرفة الملك. غرفة الملك معمولة من الجرانيت اللي فيه كوارتز، والكوارتز بيعمل كهرباء عن طريق الضغط والرنين المغناطيسي. غرفة الملك بيحصل فيها تفاعلات كيميائية عن طريقها بيولد الهيدروجين. الهيدروجين اللي بتولده غرفة الملك بيخبط مع الرنين المغناطيسي وبيتجمعوا في حتة بيولدوا طاقة، وده شبه نظام المايزر اللي برضه بيعتمد على نفس الحاجات عشان يطلع طاقة. رابعا رد الحكومة المصرية. دكتور زاهي حواس نفى كل الكلام ده، لا يوجد أي مسح فعلي أو أي حفر بيدل الكلام ده حقيقي ولا لا. أساس هرم خفرع معمول في صخرة كبيرة كده 8 أمتار، صعب إن يكون في حفر يتحط فيها الكلام اللي إحنا قلناه في أول الفيديو. وتقنيات SIR اللي بيقول إن العلماء الإيطاليين استخدموها عشان يعملوا الموضوع ده ما تقدرش تخترق تحت 2 كيلومتر تحت الأرض. الخلاصة مفيش ميدان تحت الأهرامات، مفيش حاجة اسمها كده. الأهرامات عبارة فقط عن مثلث بيتحط فيه جثث الموتى، مفيش حاجة اسمها كده. ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة عشان أنا تعبت في الفيديو ده فشخ.